محطة نووية في المغرب. في هذا الفيديو نقدم لكم تفاصيل موضوع يكتسي أهمية بالغة لحساسيته على المستوى الدولي والأقليمي. فحسب مصادر إعلامية راجت في الآونة الأخيرة أخبار تتحدث عن كون المغرب يستعد لإطلاق مشروع بناء أول محطة نووية في المغرب. وسيدخل المغرب في قائمة الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، وذلك في ظل المجهودات الرامية إلى تخفيض الانبعاثات من قطاع الطاقة. وفي هذا الموضوع فقد كشفت روسيا عن تفاصيل تعاونها مع المملكة المغربية في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، حيث أعلن مجلس الوزراء في روسيا في 12 من أكتوبر 2022 أن روسيا استوقع اتفاقا مع المغرب من أجل بناء أول محطة طاقة نووية في المغرب. وصادقت موسكو على مشروع الاتفاقية التي قدمتها شركة روزاتوم الروسية بتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية، علاوة على جهات أخرى والتي سبق أن صيغت مع الجانب المغربي. ووجهت روسيا الشركة المتخصصة في مشروعات الطاقة النووية إلى جانب وزارة الخارجية من أجل إجراء محادثات مع الشركاء في المغرب نحو توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع بناء أول محطة طاقة نووية في المغرب. ويتضمن مشروع الاتفاقية العديد من مجالات التعاون بين روسيا والمغرب حول استخدامات الطاقة الذرية في إطار سلمي، من بينها تصميم وبناء مفاعلات الطاقة، والبحوث النووية، ومحطات تحلية المياه، ومسرعات الجسيمات الأولية. وتنص أيضا على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في 14 مجالا، تشمل دعم المغرب في التنقيب على رواسب اليورانيوم وتطويرها، ودراسة الموارد المعدنية في المملكة، وتدريب الأطر العاملة في محطات الطاقة النووية. ووفق وسائل إعلام مغربية، فإن منطقة أكادير هي في موقع الصدارة لاستضافة أول مشروع لمحطة طاقة نووية في البلاد. وللتذكير ففي عام 2017 زار رئيس الوزراء الروسي المغرب لترأس توقيع ما لا يقل عن 11 اتفاقية تعاون بين المغرب وروسيا. من بين هذه الاتفاقيات نجد توقيع مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. وجاءت هذه التوقيعات بعد زيارة جلالة محمد السادس حفظه الله لروسيا، حيث استقبله فلاديمير بوتين. وفي وقت سابق كانت وزيرة الانتقال الطاقي السيدة ليلى بن علي أعلنت أن المملكة تقيم دراسات لإطلاق برنامجها النووي السلمي، وأن هذا البرنامج يمثل جزءاً من استراتيجية البلاد الطاقية المستقبلية. كما أعلنت أن المغرب يدرس بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة ضمن هذه الاستراتيجية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتنويع الباقة الطاقية. وللإشارة فخلال السنوات الماضية نفذت المملكة عدة دراسات استعدادا لتنفيذ برنامج وطني لإنتاج الكهرباء من المحطات النووية. وفي كلمة لها أمام مجلس النواب أفادت السيدة ليلى بن علي بأن الوزارة أجرت تقريرا لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء كانت قد شرعت فيه منذ سنة 2015، وأعدت تقريراً في الموضوع في السنة الجارية لتفعيل توصيات التقييم. كما أوضحت الوزيرة أن هذا التقرير الذي تم إعداده يخص تقييم البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي. وللتذكير يتميز القطاع النووي بالمغرب بتنوع الفاعلين في استخدام مختلف التطبيقات النووية في المجال السلمي بكل من القطاعين العام والخاص. وبصفتها القطاع الحكومي المسؤول عن الشأن النووي في المغرب، تطلع وزارة الانتقال الطاقي بعدة مهام من ضمنها ضمان تطوير استخدام التقنيات النووية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعتبر سلطة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن ضمان السلامة والأمن النووي والإشعاعي في الأنشطة والمنشآت التي تنطوي على مصادر الإشعاعات المؤينة. ويتولى تشجيع التطبيقات النووية عدة جهات أهمها المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية،
والذي يهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتطبيقات النووية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في إعداد الأسس التكنولوجية لبرنامج الطاقة النووية، والدعم التقني للهيئات في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، وكذلك التحضير لحالة الطوارئ النووية والاستجابة لها، وإدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك هناك جهات أخرى مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الشريف للفوسفات، المراكز الاستشفائية الجامعية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المركز الوطني للحماية من الإشعاعات، الجامعات الوطنية، وكذا المنظمات غير الحكومية وغيرها. ومن أكبر المنشآت النووية في المملكة مفاعل تريغا مارك 2 الذي يسهم في البحث والتدريب في مجال الطب النووي والتطبيقات الصناعية والتصرف في النفايات المشعة، حيث أسس المغرب منذ عام 1986 المركز المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتمكين البلد من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والزراعية إلى جانب مواكبة التقدم العلمي. وخلاصة القول أن المغرب وبعد الاستثمار الكبير الذي نفذه في مجال الطاقات المتجددة حان الوقت ليتوجه نحو الطاقة النووية التي راكم فيها قاعدة مهمة من المعارف والخبرات. إن القرار الوطني الذي سيتخذه المغرب لإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة النووية من شأنه أن يساهم في تخفيف تبعيته الطاقية للخارج. إن الاستراتيجية الوطنية الطاقية للمغرب تأخذ بعين الاعتبار الطاقة النووية كبديل على المدى البعيد لتلبية الحاجات المستقبلية. ويوجد المغرب ضمن 14 دولة إفريقية تسعى إلى بناء مفاعلات للطاقة النووية من أجل توليد الطاقة الكهربائية قبل سنة 2030. سنة 2022 من طرف هذه اللجنة كيهم ميادين البنيات التحتية الأساسية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية والإطار القانوني والتشريعي والتسيير والكفاءة البشرية والشبكة الكهربائية إلى آخره. الوزارة كتنكب حاليا على دراسة هذا التقرير. من جهة أخرى فيما يخص الترسانة القانونية فاشتغلنا على الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. عندكم القانون ديال 142/12 وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في